شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك كتقرر فتح فرع لها في المغرب لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كتشن مقرها الجديد في تكنوبوليس بمدينة سالا. مدينة السعيدية الواقعة شرق المغرب كتحظى بشرف احتضان بطولة العالم للسنوكر في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى القارة الإفريقية. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كيحل ضيفا على أكاديمية محمد السادس لكرة القدم للبحث عن لاعبين جيدين. المغرب كيستعد لاستضافة تصوير فيلم تاريخي ضخم عن الملكة كليوباترا. زيادة إنتاج محركات بيوتك في مصنع ستيلانتيس للسيارات بالقنيطرة. المغرب كيطمح لأن يكون وجهة سياحية عالمية بحلول عام 2030. رشيد اليزامي كيحصل على براءة اختراع صينية لتقنية الشحن السريع لبطاريات الليثيوم. تطور مثير في القيمة التسويقية لنصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد. غادي نتعرفوا في هذا الفيديو آخر أخبار المملكة المغربية لهذا اليوم. فلنبدأ بالخبر الأول. الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT وافقت على قرار إنشاء فرع لشركة سبيس إكس في المغرب اللي كيملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. كيهدف هذا القرار إلى تحويل المغرب إلى منصة لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مما غادي يعزز مكانة المملكة كمركز تكنولوجي في شمال إفريقيا. هذه الخطوة غادي تساهم في تحسين الخدمات الرقمية في المغرب وتعزيز الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية. من خلال هذا المشروع سيستفيد المغرب من التكنولوجيا المتقدمة اللي كتقدمها شركة سبيس إكس، كما غادي يمكنه من تقديم حلول مبتكرة في مجال الاتصالات. هذه المبادرة كتعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة المغرب في قطاع التكنولوجيا والابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما غادي يساهم هذا المشروع في تسريع التحول الرقمي في المغرب، مما غادي يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وكيعد هذا النجاح الكبير تأكيدا على قدرة المغرب في جذب الاستثمارات الدولية الكبرى وتحقيق تقدم في مجال الابتكار التكنولوجي. الخبر الثاني. بدأت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في بناء مقر جديد ضخم بمدينة سلا في منطقة تيكونوبوليس بالقرب من الجامعة الدولية. المقر غادي يكون مجهز بمواصفات عالمية، ومن المتوقع أن يكون جاهزا قبل مونديال 2030. كتتضمن خطة الشركة أن يكون التلفزيون المغربي جزء من فريق الإنتاج الخاص بالمونديال لدى الفيفا، مما غادي يعكس التطور الكبير في البنية التحتية الإعلامية للمغرب استعدادا لهذا الحدث الرياضي العالمي. الخبر الثالث. مدينة السعيدية الواقعة في شرق المغرب ستستضيف بطولة العالم للسنوكر في سابقة تاريخية للقارة الإفريقية. هذا الحدث الكبير غادي يجعل المدينة واحد من وجهات الرياضات العالمية، وكتعتبر استضافة هذه البطولة إنجازا رياضيا كبيرا للمغرب الذي يعزز مكانته كداعم رئيسي للأحداث الرياضية الدولية، مما كيعكس تطور البنية التحتية الرياضية في البلاد. الخبر الرابع. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيقوم بزيارة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في المغرب، حيث غادي يبحث عن لاعبين متميزين للانضمام إلى أكاديمية الفريق. الهدف هو تدريب هؤلاء اللاعبين واستخدامهم في المواسم القادمة. هذه الزيارة تعد للموهوبين المغاربة لإظهار مهاراتهم والانتقال إلى صفوف الأندية الأوروبية الكبرى، مما غادي يعزز مكانة أكاديمية محمد السادس كمصدر رئيسي لتطوير اللاعبين. الخبر الخامس. يواصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة سينمائية عالمية، حيث كيستعد لاستقبال مشروع سينمائي ضخم جديد. نعم، فقد أعلنت شركة يونيفرسال بيكتشرز الأمريكية عن اختيارها المغرب كموقع رئيسي لتصوير فيلم تاريخي ملحمي يتناول حياة الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا. ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، قامت فرق الإنتاج مؤخرا بزيارة المغرب لاختيار أبرز المواقع التي ستشهد تصوير العمل، حيث تركزت الزيارة بشكل خاص على مدن الجنوب المغربي اللي غادي تشكل جزء أساسيا من الفيلم. الخبر السادس. أعلنت شركة ستيلانتيس عن قرارها بزيادة إنتاج محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني بيورتيك استجابة للطلب المتزايد على هذا المحرك المتطور،
حيث غادي يتم إضافة خطوط تجميع جديدة في مصنعها بمدينة القنيطرة بالمغرب. كيعد مصنع القنيطرة الذي تم افتتاحه في عام 2019 ضمن المنطقة الحرة أتلانتيك فري زون جزء أساسيا من استراتيجية المجموعة لتعزيز وجودها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. الخبر السابع: أفادت صحيفة فيغارو أن المغرب ليصبح وجهة سياحية رئيسية على مستوى العالم، مدعوما بالاستثمارات الضخمة في بنيته التحتية، لا سيما في مجالات النقل الجوي، السكك الحديدية والرياضة، مع اقتراب مونديال 2030 اللي غادي يشارك في تنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وقد أكدت الصحيفة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعلن عن مخطط طموح لرفع قدرة مطارات المغرب، مشيرة إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على تلبية احتياجات كأس العالم فقط، بل كتهدف أيضا إلى تعزيز ازدهار السياحة في البلاد على المدى الطويل. الخبر الثامن: بعد أن نال اعترافا عالميا من اليابان، أضاف العالم المغربي رشيد اليزني إنجاز جديد بتسلم براءة اختراع من الصين لتقنيته الثورية في الشحن السريع لبطاريات الليثيوم. وكتعتمد هذه التقنية على منهجية مبتكرة كتعرف بالجهد غير الخطي، وهي تعد بتغيير جذري في صناعة البطاريات، خصوصا في مجال السيارات الكهربائية. كتعتمد تقنية اليزني على تحسين تدفق التيار الكهربائي داخل البطاريات بدلا من التركيز على الجهد، مما يساهم في تقليص أوقات الشحن بشكل كبير. الخبر التاسع: ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي ناصر مزراوي ظهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تألقه اللافت مع فريقه خلال الموسم الحالي. شهدت القيمة التسويقية لناصر مزراوي قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 32 مليون يورو بعدما أبان عن مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي. هذا التطور جاء ليعكس الأداء الكبير الذي يقدمه اللاعب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذا وصلنا لنهاية أخبار اليوم، نلقاكم في الغد في أخبار جديدة عن مملكتنا المغربية، فما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا بأخبار اليوم. وشكرا على المشاهدة، وما تنسوش كذلك الاشتراك. معكم مروكو 360، ودائما ولا عزاء للحاقدين.